بودكاست نسمة الحلقة الأولى. واش هادشي حب ولا غير وهم؟ السلام عليكم البنات، معكم نسمة ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من البودكاست ديالي اللي غادي نهضروا فيه على مواضيع كيهمونا احنا كنساء بكل عفوية وبدون تصنع. اليوم بغيت نهضر معاكم على واحد الموضوع اللي كيوقع بزاف ديال البنات فيه وكنشوفوه يوميا في السوشيال ميديا في الحياة مع صحباتنا. السؤال هو كيفاش نعرف واش هادشي حب صح ولا غير تعلق وهمي؟ أنا عارفة في شي مرات كيبدا شي واحد يهتم بيك، يكتب ليك، يسول فيك، يضحك معاك، وانتي كتقولي في راسك واخا ماشي مثالي ولكن على الأقل كيهدر معايا وكيهتم، راه يمكن يحبني. ولكن الحقيقة ماشي كل اهتمام حب، ماشي كل اللي كيعطيك المساجات ديال الصباح والمساء يعني بالصح بغاك، وماشي كل اللي كيغار عليك راهو كيبغيك. راهو مرات الغيرة كتكون تحكم والاهتمام كيكون غير من باب التسلية. عارفة اش هو الحب صح؟ الحب هو احترام، هو أمان، هو واحد اللي كيخاف على صورتك في العالم وكيشوف قيمة مش غنيمة. الحب هو اللي كيعاونك تكوني أفضل، مش كيخليك تشكي في راسك. وكاين شي بنات، سامحوني غادي نكون صريحة، كيتعلقوا بسرعة وكيعيشوا الفيلم بوحدهم، كيتصوروا الحياة معاه والواقع إنه ما عطاهم حتى وعد، ما تكلم على الزواج، ما عرفهم على العائلة، غير مساجات وخلاص. وهي كتقول غير نصبر معه شوية غادي يتبدل. لكن الحقيقة اللي خاصنا نفهمها مش كل من جا دخل حياتك خاصو يبقى. وخا كان الكلام زوين، وخا كان الحنين في الصوت، إلى ما كان وضوح، ما كان التزام، ما كان احترام، راكي فخ، راكي غادي تبني أوهام على فراغ وغادي تندمي. ديري عقلك، ديري قلبك، ولكن ما تخلي قلبك هو اللي يسوق حياتك. إلى عجباتك الحلقة شاركيها مع صاحبيتك اللي محتاجة تسمع هذا الكلام، وخلي لي رأيكم وشنو المواضيع اللي بغيتوا نادر عليهم من بعد. إلى اللقاء، وخلي قلبك يسمع لعقلك.